اهلا وسهلا بيكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناتنا اليوم. النهارده معادنا مع فيديو جديد. البابا اللي موجود في سوريا، الراجل ده يعني انا بصراحة ما كنتش اعرفه، وناس كتير ما تعرفوش ما تاخدش بالها منه. لكن هذا الرجل اظهر شجاعة لن تستطيع الاسود ان تظهر حتى نصها. فعلا ما تقدرش تظهر جزء حتى بسيط منها. اللي عمله هذا البطرك العظيم هو انه وقف قدام طغاة في سوريا، وقف قدام ناس حرفيا قادرة ان هي تقتله بمنتهى البساطة. يعني انا بجيب لكم من الاخر، قادرة ان هي تقتل هذا الرجل عادي جدا. ده قتلوا له 50 واحد من ولاده، فالموضوع بالنسبة لهم بسيط وعادي ومتكرر. ولكن هذا البطرك العظيم قدر ان هو يقف قدام كل دول، واولهم احمد الشرع، اولهم الجولاني. وقف قدامهم وقال له: سيادة الرئيس الناس جعانة، سيادة الرئيس الناس بتيجي تخبط على الكنيسة عشان تجيب شوية عيش، سيادة الرئيس الناس ما بقتش عايزاك. دي شجاعة. وقال له: سيادة الرئيس انت ما اظهرتش اهتمامك، ولا انت ولا جماعتك ولا انت ولا حكومتك، مفيش ولا واحد جه مكان الحادث الا هند الوزيرة المسيحية دي الوحيدة اللي جت. وخلي بالكوا لما البابا بدأ يشد حيله ويتكلم كده جامد ويخبط معاه، قطعوا البث عليه. التلفزيون السوري قطع البث عن البابا عشان كلامه ما يوصلش لكل الناس. ده اسمه قمع. لكن البابا زي ما قلت لكم اظهر شجاعة. مفيش حد بيتكلم بالمنظر ده، خصوصا في دولة بالظروف دي. ولكن هي الفكرة كلها ان هذا الرجل على قد ما هو كان شجاع، على قد ما هو قابل صعاب بسبب الشجاعة بتاعته. على قد ما هو قابل للأسف تهديدات شديدة. الكلام ده احنا شفناه على السوشيال ميديا، وشفنا اكتر من حد كاتب بوست هو قريب من البابا هناك، وبدأوا يحكوا ان البابا بدأ يجيله تهديدات بقتله او بتدمير بعض الكنائس بنفس الطريقة اللي تم بيها تدمير كنيسة ماري إلياس اللي هي كنيسة أرميا النبي. بنفس الطريقة تفجير برضو. طب ويا ترى كان رد البابا ايه؟ رد البابا كان واحد، يعني ما قالش حاجة أزيد من كده، اللي هي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. هنموت نموت للمسيح، إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت، إن عشنا أو متنا فللرب نحن. الموضوع ما فيهوش نقاش، ما فيهوش كلام، ما فيهوش تفكير. البابا ما خافش. خاف من ايه؟ البابا ما قلقش. هيقلق من ايه؟ طب ولاده في ايد ربنا، طب والكنايس المسيح حافظها، طب حياة البابا نفسها في ايد الله. محدش خاف من حاجة، ومحدش يقدر يعمل حاجة غير اللي المسيح عايزه. لأن الشعور رؤوسكم جميعها محصاة. محدش يقدر يمس شعرة من ولاد ربنا بدون إذنه. طيب ايه التهديد اللي جه للبابا تاني؟ هو بابا جاله تقريبا 3 تهديدات. اول تهديد ان هو هيتقتل، تاني تهديد ان هم هيحرقوا الكنائس او هيفجروا كنائس بنفس الطريقة اللي فجروا بيها كنيسة ماري إلياس، تالت تهديد ان هم هيفضلوا ورا المسيحيين لحد ما يهجروهم برا سوريا. دول ال3 تهديدات، والرد على ال3 كان واحد: ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح. ما فيش غير كده. اللي تعرفوا تعملوه اعملوه، وياريت تعملوه بسرعة. زي بالظبط السيد المسيح لما كان بيكلم يهوذا: ما فاعله افعله سريعا، اللي انت هتعمله اعمله بسرعة. هنا البابا بيرسم قصة جديدة من البطولة والشجاعة، غير القصة اللي هو رسمها يوم الاستشهاد بتاع 50 مسيح اللي ماتوا في سوريا. بيرسم خطة جديدة، وبيرسم شكل جديد
للشجاعة المسيحية وللشجاعة الإيمانية، وبيظهر شجاعة الأب في الحفاظ على أبنائه. هو ده البابا اللي في سوريا. تخيلوا معايا واحد كبير في السن زي ده المفروض يقول يعني انا تعبان لوحدي، كفايه اللي احنا فيه وكفايه الضغط اللي احنا فيه وكفايه الحادثه اللي فاتت، لا 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 كفايه ايه، يا رب تموتونا كلنا، مش فارق معايا، اهم حاجه ان انا هفضل اقول لا يحل لك. زي بالظبط مين اللي كان بيعمل كده؟ يوحنا المعمدان، لا يحل لك. مهما تعمل بقى يا رب تجيب رقبتي على طبق من فضة مش هيفرق معايا، وبرضه هفضل اقول لا يحل لك. اللي انت بتعمله في سوريا ده ربنا هيحاسبك عليه، اللي انت بتعمله في سوريا ده ربنا مش هيفوته لك ومش هيعده لك، اللي انت بتعمله في سوريا ده ربنا هينتقم منك فيه. هو ده اللي ربنا عايز يعمله، هو ده اللي ربنا هيحاسبك عليه. انت مش ماشي مع السوريين بما يرضي ربنا، بل بالعكس انت ماشي مع السوريين بما يرضيك انت وجماعتك، بما يرضي افكارك واهوائك المتطرفة. اوعى تنسى في يوم، ده كان كلام البابا يعني بالمناسبة لما كان بيقول اوعى تنسى ان في يوم من الايام انت كنت طرف من الجماعة اللي فجرت الكنيسة. اوعى تنسى ان انت كنت واحد من هذه الجماعة وعندك نفس فكرهم وعندك نفس منهجهم. اوعى تنسى ان انت متطرف قديم. ده كلام البابا، ده كلام راجل كبير، راجل كبير. تخيلوا البابا المفروض يعني بعد اللي حصل له يخاف، صح؟ المفروض يخاف. ليه؟ يخاف على عياله، يخاف على اولاده. اصل هو عارف ان هو في بلد ما فيهاش امن وامان، ما فيهاش ضبط وربط، فيها ميليشيات، فيها وفيها وفيها. خاف بقى؟ مش هخاف. ليه؟ الحياة هي المسيح والموت وارب، مش هخاف، مستحيل. بل بالعكس البابا أظهر شجاعة أقوى بكتير من اللي كنا متخيلينها. هل جماعة الجولاني ردت؟ ولا واحد فيهم قدر يفتح بقه، محدش رد، محدش اتكلم. حتى الجولاني نفسه ما اتكلمش، ما ردش على اللي البابا قاله، وما ردش على تصريحات البابا، ومحدش من الناس حتى اللي هددت البابا طلع واتكلم. محدش فتح بقه حرفيا بعد كلام البابا تودروس. البابا اتكلم ومحدش قدر يفتح بقه، البابا اتكلم ومحدش قدر يعلق على كلامه، لأنه تكلم بكل شجاعة وتكلم بكل قوة. وهؤلاء الناس الرعاع الضعفاء الخطاة، هؤلاء الناس القتلة، هؤلاء الناس المتطرفة لا تعرف معنى الشجاعة، إنما فقط تعرف معنى الغدر والخيانة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة.